عاملين ايه يا حبايبي؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده المحتوى بتاعي جامد جدا. كان عندي عزومه بقى، والعزومه دي طالبين مني مخصوص، كانوا حبايبي يعني ناس حبايبي طالبين مني محشي، عايزين ياكلوا ورق عنب، وكنت هعمل كوسه وكنت هعمل عزبون. احنا عندنا في اسكندريه بنقول عزبون، في ناس ممكن تكون في القاهره تقريبا بيقولوا ممبار. تمام. انا هنا كنت قورت الكوسه وسايبه واحده كده عشان البنانيت اللي لسه جداد مش عارفين يقوروا الكوسه. حواريهم بيعملوها ازاي. انا الاول شلت من فوق ومن تحت كده حته، وبعد كده عملتها بالمقوره بتاعتي كده، شرشرتها من كل الجوانب تدي شكل حلو. اللي مش عايزه تعملي كده براحتك. واحده واحده يا قمر قوريها، بس اوعي تكسريها يعني قوريها واحده واحده كده، وما تنزليش بالمقوره لحد اخرها عشان ما تفتحش منك. بس وهتلاقيها بقت زي الفل وتشطفيها، والقلب بتاعها ده انا بحب احتفظ بيه عشان خاطر بفرشه في الحله من تحت عشان الكوسه متتحرقش معايا. وممكن كمان لو مش عايزاه ممكن تحطي شرايح بصل وشرايح طماطم في الحله من تحت وتتبليهم بشويه ملح وفلفل اسمر. بس انا بصراحه بحب ايه احط قلب الكوسه ده في الحله. انا كده كنت قورتها كلها وشطفتها وبقت زي الفل، يا دوبك واقفه على الحشو. ده بقى العزبان بتاعي، هوريكي تنضفيه ازاي بكل سهوله ومش هياخد منك وقت خالص. مبدئيا كده أنا بحب اجيبه بلدي وبحب اجيبه مش متنضف. بصراحه ما بضمنش اي حد ينضفه، انا لازم انضفه بايدي، يعني حاجه لازم بايدك كده تديها غسله حلوه واحطها في المحلول النقع بتاعي وهخليه زي الفل. هنا طبعا انا كنت مطلعاه من الفريزر، انا كنت جايباه في المشتريات المحتوى اللي قبل ده. لو حبايبي شافوه اللي متابعني، واللي مش متابعني يخش يتابع كده ويحط لايك وشير واشترك في القناة عشان يفرحني. هنا بقى انا كنت حاطاه في الفريزر فطلعته طبعا يفك من بالليل، يعني هنا كان تاني يوم. بمسكه كده اقطعه، بس ايه مش ده القطعيه اللي انا عايزاها، انا لسه هقطعه الحجم اللي انا عايزاه. بصوا بقلبه بايدي بكل سهوله، وعلى الحنفيه هتلاقيه هينزل لوحده. لازم تقلبيه الاول، يعني اعمل واحده كمان معاكم هقطعها عشان هو بس طويل قوي. بصوا بايدي كده هبرم الحته، وبعد كده انزل اقلبها وانزل البرمه دي من تحت، والحنفيه هتلاقيها لوحدها بتسلكهولك وتقلبهولك بكل سهوله. هقلب بقى الكميه بتاعتي كلها. وبعد كده هعمل معاكم المحلول. هنا كنت قلبت الكميه كلها. بحط شويه دقيق، المحلول بتاع التنظيف بيخليه شمعه، عايزه اقولك شمعه. شوية دقيق، شوية ملح حلوين كده، حطيت بتاع حوالي 3 معالق، وشوية خل، واعصر عليه ليمونتين، وحطي قشر الليمونة كمان اللي انت عصرتيها جوه المحلول، ودعكة حلوة بايدك يا قمر، وسيبي ساعة. عايزة اقولك بعد ساعة وانتي بتنضفيه هيبقى معاكي، هيتشال وهيبقى زي العسل. وعايزة اقولكوا المحلول ده بيضيع منه اي ريحة مش حلوة، مش عاجباكي فيه يعني. صدقوني هو الموضوع يستاهل، يعني هو بيبقى طعمه حلو قوي. بصوا انا كده اهو خلاص عدى عليه ساعة، بمسكه كده على اي نشابة عندك، اي حاجة انت بتقطعي عليها. تمام، وبالسكينة، وتكون سكينة باردة مش حامية. وزي ما انت شايفاني كده انا ماشية ايه، بكحته بس بالراحة قوي، بتلاقيه بيخرج معاكي بكل سهولة. يعني ما تعبنيش والله خالص. يمين بقى وشمال، يعني بخلص ايه جزء يمين وشمال، وبقطعه بقى على حسب التقطيعة اللي انت عايزاها بتقطعيه وبتقلبيه، وبيبقى معاكي فلة فلة شمعة منورة. تحت الحنفية زي ما انتم شايفين كده، انا بعد ما كحته بشطفه برضو بايدي. تمام، عشان لو في اي حاجة بتنزل والله بينزل بالمية، عايزة اقولكم بينزل من المية. بصوا انا ماشية بالسكينة كده عليه وبيطلع منه كل حاجة، بيبقى زي الفل. على فكرة يا جماعة والله هو الموضوع مش صعب، هو سهل. ده يعني أأمنلك وأحسنلك من الله أعلم بره بيتنضف ازاي. انت كده عارفة انت بتعملي في بيتك الحاجة ازاي. وكنت قلبته برضو تحت الحنفية، اتقلب بكل سهولة زي ما قلبته أول مرة. تمام، وهقطع الحجم اللي انا عايزاه. بص هنا كنت اللهم بارك قطعته ونضفته بالحجم اللي انا عايزاه. بص عايزه اقول لكم شمعه، كان شمعه، وما تعبنيش خالص والله، يعني ما خدش ربع ساعه معايا على الحوض، انا كنت جايبه كيلو. هنا الخضرة بتاعتي قمر عبارة عن بقدونس، كزبرة، شبت، وحاطة كده عودين نعناع، واخدة الورق بتاعهم بس، غسلتها كويس قوي وسايباها على جنب. ده رز انا هعمل يعني العزبان ليه حشوة، والكوسة وورق العنب حشوة تانية.
سواء كوسه، ورق عنب، فلفل، بتنجان، الحاجات دي لازم تبقى فيها تسبيكه، تسبكي الطماطم. لكن العصبان بتاعك ما بيتسبكش الطماطم، بتحطيها زي ما هي فريش، ما بتحطهاش على النار. خدت شويه من الخضره على شويه رز انا غسلاهم، على معلقه توم كده حلوه فريش كبيره. تمام. البهارات بتاعتك هتبقى ملح، كمون، فلفل اسمر، ومرقه. انا بحب احط فيه مرقه، بتديله نكهه حلوه قوي. تمام. كنت فرفدت المرقه اهي. والصلصه بقى بتاعتك، انا كنت عامله له صلصه فريش، برضو هقسمها ما بينه وما بين اللي انا هسبكه. تمام. لقيت لونه في الصلصه لونها فاتح شويه، قلت لا ايه، انا بحب نوع الصلصه ده قوي يا جماعه، اسمها قها، حلوه قوي. وفريش على فكره، بيور يعني. الكيس ده 300 جرام، بيبقى عامل 20 جنيه بس بجد بيبقى يعني حلو، قوامها حلو ولونها حلو. اديله تقليبه حلوه كده بس، وشكرا. وشويه زيت، انا محطش عليه سمنه، شويه زيت وبحشي، لان الزيت بيسهل عليكي الرز وهو بيدخل جوه العصبان. تمام. وهحشيها على كده. هتبقى معاكي بكل سهوله. عايزه اقولك الكيلو عصبان بياخد معاكي رز، كيلو ونص رز. تمام. عشان طبعا احنا مش بنحب نحشيه قوي عشان ما يفرقعش معاكي في الشرب، تكون الحشوه بتاعته مظبوطه. دي بقى هنا الصلصه، التخديعه بتاعه المحشي العادي. التخديعه دي بتعملي بيها الكرنب، ورق العنب، كوسه، بتنجان، اي حاجه تانية غير العصبان. العصبان ما ينفعش تسبكيله ايه الصلصه بتاعته. حطيت هنا البصل معايا، وهحط برضو معلقه توم تاخد تشويحه، نفس المقادير اللي بحطها في العصبان بحطها في التسبيكه دي. بس هنا كنت حاطه سمنه، يعني حاطه شويه زيت وحاطه سمنه. طبعا العصبان ما برضاش احط سمنه، لان هو لوحده بيبقى فيه ماده دهنيه. تمام. لكن بقيه المحاشي التانية لا، حطي براحتك يعني. حطيت هنا معلقه سمنه كده كانت حلوه كبيره، وشويه زيت، وبدي البصله والثومه تشويحه مع بعض زي ما انتم شايفين، لمجرد بس ما احس ان لونها اتغير، يعني ما بستناش تدبل. انزل بالصلصه بتاعتي، بقيه الكيس اللي انا كنت مستخدمه في العصبان. الصلصه بتاعتي تطلع اي ماده حافظه فيها. تمام. اعرف منين؟ لما بلاقي ريحتها طلعت عليا كده، يبقى هي طلعت الماده الحافظه بتاعتها. اقوم نازله بالطماطم بتاعتي الفريش، تقليبه حلوه كده، واسيبها بقى ايه تتسبك يعني. بلاقي فقاقيع كده طالعه من الصلصه، يبقى هي كده اتسبكت. وهحط البهارات برضو، ملح، فلفل اسمر، شويه كمون، ومرقه، مكعب مرقه واحد بس. تمام. هسيبها بقى تقليبه حلوه كده، واسيبها تتسبك معايا. وبعد كده هنزل فيها بالخضره، وهنزل بالرز. انا بحب ادي الرز فيها ايه شويه كده. وبحب احط برضو تومه فريش، يعني انا حطيت تومه، معلقه توم تتشوح مع البصل، وبحط معلقه توم في الصلصه من غير تشويح بقى، تبقى فريش كده. عايزه اقول لكم بتدي ريحه وتست حلوه قوي 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 للصلصه بتاعه المحشي، او صلصه المكرونه. انا بحب اعمل فيها كده. بص انا بوريكم الفقاقيع هنا كانت اتسبكت. هنزل بالخضره بتاعتي، وبعد كده انزل بمقدار الرز، وتقلبتين كده، يعني هياخد حوالي 3 4 دقايق على النار، واطفي عليه. تمام. هيبقى طعمه حلو قوي. جربي الطريقه دي. انا كنت الاول يعني بسبك الصلصه واحط الرز على البارد. لا، جربت الطريقه دي عجبتني قوي، ان انا ادي للرز كده مع الصلصه، اديله 3 4 دقايق على النار، بيبقى طعمه حلو قوي يا جماعه. هتلاقي فيه اختلاف في الطعم. لو وصلت لحد هنا يا قمر، انزلي بقى حطي لايك، كومنت حلو منك كده، ومتنسوش تشتركوا في القناه. هنا كنت سبتها، اخش بقى على العصبان. عايزه اقول لكم حشو والله بيبقى سهل قوي. افتحي بايدك كده الصباعين دول، الصباع الكبير والصباع اللي قبليه، افتحي العصبانه من فوق ونزلي الرز في قلبها، هيبقى سهل جدا. والزيت هيلين معاكي الرز، هينزل. بس ما تكبسوش قوي، يعني كل ما تنزلي بشويه رز تفرديهم على بقيه العصبانات. ولازم تفردي، بص انا هحشي واحده تاني قدامكم، تفردي العصبانه، ما تخليهاش مكلكعه، تخليها تحسي ان هي صفطانه كده خالص، تحسي ان الرز فيها مهوي، عشان الرز ده بيستوى بينفش جوه، ما يفرقعلكيش الصباع بتاعك زي ما انتوا شايفين كده. هنا بقى خلص الكميه كلها. تمام. وهبقى غاليه ميه، الميه بتاعته بصلايه، ورق لورا، حبهان، ملح، فلفل اسمر، بس كده، محطش فيها اي حاجه تانية. وهنزل بالعصبان بقى ايه زي ما انتوا شايفين، مش هقلبه كله، لا، واحده قصاد واحده، عشان ما يفرقعش منك، واحده قصاد واحده. عايزه اقولك اللي هو اول ما بينزل في الميه المغليه بيقفل على نفسه، فمش بيخرج من الحروف.
تمام. بس اهم حاجه ما تبقيش ماليه الحشوه عشان ما يفرقعش. هنا هخلص الكميه بتاعتي كلها وحوارب الحله عشان خاطر ما تفرش على البوتاجاز بس. وبيقعد على النار حوالي نص ساعة، ساعة الا ربع، على حسب ما يستوي. اعرف اللي هو بيستوي ازاي، قلبيه في نص الفترة بتاعته. وبعد كده بتطلعي واحدة وتشوفي من النص كده، تشوفي الرز فيها استوى ولا لا، من النص ومن الحرف بشوكة كده. اول ما تحسي ان الرز استوى خلاص هو كده شكرا. شايفين زي ما انتم شايفين انا وربت الحل عليه. احشي بقى الكوسه بتاعتي الاول عشان احطها على النار. زي ما قلت لكم انا بفرش في الحله من تحت التنظيف بالقلب بتاع الكوسه، بفرده من تحت كده عشان ما تلزقش. وبعد كده هحشي الكوسه بتاعتي بكل سهوله. عايزه اقول لكم النعناع كمان في الخلطه بيديها تست حلو قوي قوي قوي، بيخلي طعمها تحفه بصراحه يعني. تجيبي عودين نعناع كده وخدي بس الورقه بتاعتهم مع الخضره. ما تاخديش العود بتاعها، لا خدي الورقة بس، بيبقى بيديها تست حلوة قوي بجد. انا كنت خلصت الكوسة بتاعتي وهحط فيها شوية شوربة. تمام. مش حاملاها على الاخر يعني، هو حبة كده نصها بس زي ما احنا شايفين كده، وهحطها على النار بقى. هعلي عليها النار اول ما احس ان هي غلت، هوطي عليها خالص عشان ما تتحرقش مني. والكوسة بالذات لو خدت اكتر من سواها بتتكسر، مبيبقاش شكلها حلو. ده ورق العنب انا كنت جايباه برضو، وريتهولكوا في المشتريات اللي انا مالي السوق دلوقتي يا جماعه، وكيلو ب40 جنيه مالي السوق. فهاتي منه دلوقتي. يعني انا بفرد من تحت كده في الحله كام ورقه، وبحط الجذور بتاعته دي انا بحطها. العيدان بتاعته بتدي مزازه حلوه قوي لورق العنب، بس انا بحب بصراحه احطها من تحت، ما برضاش احطها في نص الورق العنب لان بيغلبني لما اجي ايه اقدمه. بتفرديه زي ما انتوا شايفين كده، وبتحشي بقى ايه الحجم اللي انت عايزاه، سواء كبير سواء صغير. لان طبعا اكيد الورقه ما بتبقاش كلها زي بعضها. انا بوريكم هنا انا بحشي ازاي. لما بلاقي واحده كبيره انا اعمل واحده كبيره معاكم عشان خاطر اللي بيحب الكبير. هو انا ما بحبش الكبير عامه يعني، انا بحبه متوسط، ولا صغير ولا كبير. حباه بقى كبير احشي، حباه متوسط انا كنت بمسك الواحده الكبيره اقطع الورقه على واحطها في الحل. تمام. هخلص الحشوة بتاعته. بصي هنا العصبان لازم تتابعيه عشان ما يفرقعش. هجرب. انا طلعت كام واحدة كده بحسبه استوى، وبعد كده هجرب بقى من النص كده. اللي انا افتح بالراحة واخد رزاية، هحس اللي هو لسه شوية هرجعهم تاني. هو اخد معايا حوالي ساعة الا ربع. بصوا من النص كده زي ما احنا شايفين بالشوكة ما بتفرقعهوش قوي يعني. اللي انتي تاخدي لقيت لأ لسه فيه عايز ايه يعني سيكة كمان، هرجعهم تاني اقلبهم كده وارجعه تاني. واللهم بارك، عايزه اقول لكم ولا صباع فرقع معايا الحمد لله. كله استوى وكان زي العسل، والشوربه بتاعته كانت تحفه. هنا بقى كنت بطلعه كان خلاص استوى، بطلعه كله كده يهدى خالص، وبعد كده هحمره. انا بحمره قبل الاكل على طول، قبل التقديم عشان خاطر ما يبردش. احب كل اللي متابعني يقول لي ايه رايكم في الفيديوهات. لو في اي كومنت تكتبوا لي فيه اي حاجه انتوا عايزينها، اي وصفه اكله نفسكم اعملها لكم. يا ريت اتمنى ان انتوا تكتبوا لي قولوا لي ايه رايكم في التصوير، ايه رايكم في الصوت. لو في اي تعليق على اي حاجه انا عادي بتقبل يعني. احنا كلنا عيله واحده واخوات مع بعض، فاحنا عادي اللي شايف حاجه يقولها، وانا هتقبل كل كومنتاتكم الحلوه باذن الله. هنا بقى كنت بطلع الكمية كلها. تمام. والشوربة بتاعته كانت حلوة قوي يا جماعة. بصوا كان فيها شوية رز كده كانت تحفة، عاملة زي لسان عصفور كده، كانت طعمها حلو قوي بجد. هنا بصوا الكوسة كانت خلاص استوت بتاعتي. كان لسه اخر حاجة بقى ايه ورق العنب. انا خلصت هنا الكمية كلها، حشيتها كلها، واتبقى معايا شوية رز صغيرين. شوية الرز دول انا احطهم في كيسة عادية كده، كيسة بتاعة المطبخ اللي انت بتجيبيها مثلا تحطي فيها خضار لبن. بحطهم عادي فيها واقفلها، احط فيها بق شوربة عشان يستوى. تمام. وهربطها اقفلها واحطها على الحلة من على الوش، هتستوى وهتبقى زي العسل. لما يتبقى معاكي شوية رز اعملي الطريقة بتاعتي دي، حرام يترموا يعني. طبعا احنا ايه بنبقوا برضو بيبقى مكلفينه. فانا ما بحبش ارمي اي اكل بصراحه يعني، بشوف له صرف. بحط طبق كده ألمونيا عشان خاطر ال- الورق يبقى ايه يبقى بحاله، ما ينفش مني ويبقى شكله ايه مش حلو. تمام.
بغسل بقى هنا المواعين طبعا مكان الدربكه المطبخ. طبعا انتوا عارفين يوم المحشي ده بيبقى عامل ازاي. فانا اجي اول باول كده في المواعين، بس برضو هيتدربك المطبخ يعني بعد العزومه. هيبقى ان شاء الله في فيديو تاني هوريكم منظر المطبخ عامل ازاي. والبوتاجاز طبعا هيبقى فظيع، لان انا هحمر العصبان، فطبعا عارفين تحميرة العصبان بتبقى عامله ازاي. فانا هنضف البوتاجاز معاكم برضو، وهوريكم بقى ايه ان شاء الله في فيديو تاني عشان ما اطولش عليكم في الفيديو. انا هنا كنت خلصت الاكل بتاعي، عملت بقى السلطه وكده، بس لسه هحمر العصبان. عملت سلطه طحينه وعملت سلطه خضراء. تمام. بصوا هنا كان ورق العنب اللهم بارك كان استوى وكان زي العسل. بصوا الكيس بتاع رز انا بفتحه لقيته ايه، فك مني من تحت. حطيته عادي، خدته كده بمعلقه بالراحه وحطيته في طبق، وكان طعمه زي عايزه اقول لكم خلص قبل المحشي. خدته كده في طبق بقى وكان طعمه حلو قوي بصراحه. تمام. وهبتدي بقى اللي فاضل لي اللي انا احمر العصبان. طاسه بقى حلوه كده وشويه زيت. عايزه اقول لكم ايه، كان بيعمل متفرقعات في المطبخ. بجد انا كنت قلت يا ريتني كنت عملته في الاير فراير، بس انا قلت طالما عصبان بقى دسامه بدسامه يعني مش هيبقى صحي يعني. فقلت لا اقليه بالمره. فقليته بقى كده في الطاسه. وعايزه اقول لكم بهدل بهدله يعني، نسف البوتاجاز والحيطه طبعا. يعني بوريكم منظر البوتاجاز وهو عليه، بس هنا شايفين الحجم بتاعه. بصوا البوتاجاز عامل ازاي. كنت قليت الكميه كلها. والكوسه بصوا، عشان لو سويتيها بالطريقه اللي قلتلك عليها دي، الواحده طالعه بوحدتها، مفيش واحده متكسره، مفيش طالعه ما شاء الله يعني، واحده بوحدتها ومستويه وزي العسل. عايزه اقول لكم زبده كده من جوه. تمام. انا هنا بقى بقدم الاكل. والعصبان ما شاء الله عشان نضفته برضو وانا اللي عاملاه من الالف للياء. والله يا جماعه عايزه اقول لكم ما شاء الله خلص يعني. انا الكيلو كان انا كان العزومه كان عندي فرد واحد بس، واحنا 4 افراد بس. ما شاء الله خلص يعني. الكميه خلصت من جمال العصبان، كان خفيف جدا. وده ورق العنب يعني، اللي اتبقى معايا شويه ورق العنب، لكن الكوسه والعصبان اللهم بارك كانوا ما شاء الله خلصوا. ورق العنب بص انا بقلبه، شايفين ما شاء الله عليه كان تحفه. بقدمه بقى كده. شايفين هو لسه طالع من على النار حالا يعني، شايفين الدخان طالع عليه وكل صوبع، مفيش حاجة اتفكت منه ولا اي حاجة. والعصبان بقى هقدمه على السفرة وبس كده. الفيديو بتاعي خلاص. اتمنى تشتركوا في القناة وتعملوا لايك وتعملوا شير. وهوريكم الشوربة شوفوا القوام بتاعها يعني تحفة بجد. الرز فيها كده دايب وكانت زي العسل. ودي السفرة بتاعتي يا حبايبي.